السلام عليكم، أنا أنس خالد. الحلقة النهاردة بعنوان أنجح سلاسل أفلام في التاريخ من حيث الإيرادات، وهنتكلم فيها عن أكتر 10 سلاسل جمعوا إيرادات. ومن غير ما نطول في المقدمة نخش على المركز العاشر على طول. أفلام الحديقة الثلاثية واللي لمت إيرادات 4 مليار و900 مليون دولار. أرقام مش طبيعية تسمعها من الفيديو ده، فجهز للي جاي. نروح للمركز التاسع. عندنا أعمال دي سي بمجموع إيرادات 5 مليار و200 مليون دولار. نروح للمركز الثامن. أفلام فاست أند فيرس أو صراع وخطط، واللي تحتل المركز الثامن بإيرادات 5 مليار و800 مليون دولار. نروح للمركز السابع. ثلاثية سيد الخواتم بنفس إيرادات الأفلام اللي قبلها، وهي إيرادات 5 مليار و800 مليون دولار. ونروح للمركز السادس، وهي أفلام إكس مان بإيرادات 6 مليار دولار. نروح للمركز الخامس، وهي سلسلة أفلام جيمس بوند بإيرادات 7 مليار دولار. ونروح للمركز الرابع. أفلام سبايدر مان بإيرادات 7 مليار و700 مليون دولار. ونروح للمركز الثالث. أفلام وزارة جورلد بإيرادات 9 مليار و100 مليون دولار. نروح للمركز الثاني. سلسلة أفلام ستار وورز بإيرادات 9 مليار و200 مليون دولار. نروح للمركز الأول. أكتر أفلام جمعت إيرادات، أكتر سلسلة وأنجح شركة، وهي أفلام عالم مارفل بإيرادات كام بقى يا معلم؟ 22 مليار و500 مليون دولار. بحسبها كده بالمصري غالبا أطول من رقم تليفونك. وبس كده. لا بجد، حاجة 11 لايك والاشتراك، وسلام.